اكتشفنا إن جوزها كان عامل ديون كبيرة جداً ومهددينه بالسجن لو ما ردش الفلوس، وهي كانت بتحاول تجمع معلومات عن أي حد من الجيران ممكن يكون غني أو عنده أسرار مالية عشان تبتزه أو تطلب منه مساعدة بطريقة غير مباشرة. كانت بتفكر تعمل فيديوهات بأسرار الناس وتهدد بإنها تنشرها لو محدش ساعدها. كانت في حالة يأس حقيقية. الموضوع كان أكبر بكتير مما تخيلنا. بلغنا الشرطة وتم التحقيق في الموضوع. أحلام اعترفت بكل حاجة واتضح إنها كانت مريضة نفسياً بسبب الضغوط اللي عليه. القصة دي علمتني درس عمره ما هيمحي من ذاكرتي، إنه ورا كل ابتسامة ممكن يكون فيه حكاية وجع، وورا كل تصرف غريب ممكن يكون فيه دافع عمرك ما تتخيله. وانتوا تفتكروا ممكن تلاقوا أحلام جديدة حواليكم من غير ما تعرفوا؟ شاركونا تجاربكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا اشتراك عشان تشوفوا كل القصص اللي بتهمكم.